السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوصفة انطلبت مني كتير جدا برغم ان انا عملتها كتير جدا على القناة، وهي الحجازية الاسكندراني. حبيت النهاردة اعملها معاكم، وان شاء الله هعملها لكم بطريقة تفصيلية علشان اللي ما يعرفش يعملها ومن اول مرة تنجح معايا بإذن الله. قد ايه هي جميلة وحلوة ومكوناتها موجودة في كل بيت بإذن الله. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة أطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده دلوقتي في بولة هحط نص كوباية من المية الدافية، واحط عليها معلقة كبيرة من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وبداية كده اخلطي كويس جدا الخميرة مع السكر مع المية، وطبعا الحركة دي احنا بنعمل بيها تيست للخميرة، وكمان بنعمل تسريع لعملية التخمير بتاعتنا. ابداي اخلطي كويس قوي وغطي عليها بقى وسيبيها على جنب، ونشوف هنعمل ايه تاني. معايا بعد كده بولة هحط فيها كوبايتين من دقيق السميد، اللي هو معلهوش اي اضافات، اللي احنا بنشتريه من عطار او سوبر ماركت، معلهوش اي اضافات خالص. كوبايتين دقيق سميد وعليهم كوبايتين من الدقيق الابيض العادي جدا. وكمان هحط عليهم نص كوباية من السكر ورشة من الملح. ابدأي بقى اخلطي المكونات الجافة اللي انتي حطيتيها دي كلها مع بعضها كده كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض. وهي دي مكونات الحجازية بالنسبة للعجينة، وخلاص ما فيهاش اي حاجة يا جماعة، خالص خالص، حاجة بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت بإذن الله. بعد ما خلصنا خلاص المكونات الجافة، هننزل بقى بكوباية خليط ما بين زيت وما بين سمنة. طيب انا ما بحبش احط السمنة، عايزة زيت، ممكن تحطي الكوباية كلها زيت، لكن هقولك على حاجة انها هتنشفها لك شوية. لكن انت لما بتعملي خليط ما بين سمنة وما بين زيت، فانت بتمسكي العصاية من النص، بتبقى حلوة كده وفي نفس الوقت ناعمة معاكي. تمام. هنبدأ بقى دلوقتي نبس العجينة كويس جدا، او الدقيق اللي احنا حطيناه ده مع السمنة اللي احنا حاطينها على الزيت لحد ما يختفي الدقيق تماما، وتبسيها كويس جدا جدا. بعد كده هنبدأ نحط بقى الخميرة اللي هي الفورية اللي احنا كنا عاملينها بره، انزلي بيها واعجني بقى، بس طبعا بعد ما تكوني بسيتي كويس العجينة. تمام كده. عايزه اقول لكم طبعا ان كميه السوائل اللي احنا حطيناها ما كفتش، فهنبدا نحط بقى بقيه الكوبايه بتاعه الميه الدافيه اللي كانت معايا في الاول. هبدا احطها واحده واحده. انا حطيت يعني حطيت تعتبر كوبايه الميه الدافيه كلها ما عدا معلقتين بس اللي شلتهم من الكوبايه، فاصبح كده يعني المجموع كان نص كوبايه في الاول ونص كوبايه الا معلقتين في الاخر. تمام. خلاص كده عجناها كويس. هنبدأ بقى دلوقتي نغطي عليها، وعايزة اقولكم ان العجينة بتبقى طرية شوية عشان السميد بيشرب السوائل. بعد كده هنحط بقى الحشو، عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية من دقيق السميد، وعليها كمان كوباية الا ربع من السكر، وهنحط عليها 3 معالق كبار من القرفة. القرفة هنا ممكن تحطيها وممكن ما تحطهاش وتبدليها بكاكاو لو مش بتحبي القرفة. كمان هنا انا حطيت معلقة كبيرة من الكاكاو الخام عشان تديني لون وطعم حلو للحشو. بدأت هنا اخلط كويس جدا المكونات الجافة، وبعد كده حضرت اقل من ربع كوباية او بالظبط كده 3 4 معالق من المية. ابدأي حطيهم كده بالتدريج على الحشوة علشان تطري لي الحشوة او تخليها عاملة زي الرملة المبلولة كده وتمسك في بعضها وما تفرطش معايا لما اجي اقطع الحجازية بتاعتي. تمام. او زي ما انتم شايفين انا ببدأ احط المية بالتدريج، ما حطيتهاش كلها مرة واحدة. ابدأي بقى كده اخلطي لحد ما تبقى معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده، عامله زي الرمله المبلوله بالظبط. بعد كده العجينه بتاعتي كانت خمرت. هنبدا بقى في المرحله دي نقسمها لنصين. وعايزه اقولك ان العجينه دي مش بتخمر الخميره اللي بالك فيها اللي هي بتبقى تعلى بقى وكده، لا، لانها عجينه تقيله فيها دقيق سميد. دقيق السميد مش بيعلى او مش بيتنفخ زي العجائن التانية، يا دوبك بيعلى حاجه بسيطه جدا، فتعرفي ان هي خلاص كده خمرت. انا سبتها لمده ساعه في المطبخ لحد ما خمرت. قسمتها نصين. النص الاولاني اخدته على ورق زبده كده وبدات افرده في الصينيه اللي هشتغل فيها. الصينيه دي كانت مقاس 30 في 30، لو حابه تعمليها في صينيه مدوره فممكن تعمليها في صينيه مقاس 28. ابداي كده افردي فيها كويس جدا، والحركه اللي بعملها دي بتسهل عليكي حشو او طريقه الحجازيه جدا.
هنبدأ نطلعها بقى بره بالورقة بتاعتها بحالها بمالها كده، وبعد كده هناخد النص التاني ونبدأ نفرده برضو في نفس الصينية، بس المرة دي من غير ورق زبدة ولا حاجة. تبدأي تفردي بقى كويس جدا، وانتي بتفردي حاولي تراعي ان انتي تعملي لها سور يكون يعني صغير كده، علشان الحشوة اللي احنا نحطها ما توقعش مني لما اجي احطها. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين بعد ما فردتها بعمل لها سور صغير، ونبدأ بقى نحط الحشوة اللي احنا حضرناها اللي هي بتاعة القرفة والسكر والسميد. بداي حطيها كده واحدة واحدة، وبداي يعني وزعيها بحيث انها تكون مالية العجينة كلها، ميبقاش فيها حتة فاضية. سواء بقى بايدك بسباتيولا، ابدأي افردي كويس قوي، وعايزاها كلها طبعا تكون سوا واحد، ميبقاش حتة فيها كتير وحتة فيها ما في ايه حاجة بسيطة، لا حاولي تساوي ايه الموضوع يعني. بعد كده بمنتهى السهولة هاخد بقى الجزء الاولاني اللي انا فردته واقلبه بقى على الحشوة كده. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ مفيهوش اي حاجة خالص. لو عملتي الطريقة دي هتسهل عليكي جدا عملية الحشو بتاع الحجازية، ومش هتتعبك خالص، في ثانية هتخلصي الموضوع. هنبدأ بس ان احنا نضغط الطبقتين مع بعض مع الحشوة علشان ما يفرطوش مني لما اجي اقطعها، وبتكي على الحروف دي برضو الحميها ببعضها علشان ما تتقطعش معايا او تطلع منها الحشوة، وكده يبقى احنا خلصنا خلاص الحجازية بتاعتنا. نيجي بقى لمرحلة بقى التشكيل. هنعمل بقى دلوقتي شكل حلو كده للحجازية بالشوكة، نبدأ نعمل فيها خطوط كده، ودي خطوة اختيارية، عايز تعمليها اعمليها، مش عايز تعمليها براحتك، بس هي بتدي شكل حلو للحجازية اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام، ابداي بقى شبكيها بالشوكه كده بايه بسيط، نعمل لك شكل من ايه زي شكل مشرشر كده للحجازيه بتاعتك، بيدي شكل حلو قوي للحجازيه. كمان حاجه تانية مهمه جدا بالنسبه للحجازيه، ان انت لازم 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 تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن، عشان انت لو ما قطعتهاش قبل ما يدخل الفرن مش هتتكسر منك ومش هتعرفي تقطعيها خالص لما تطلع. تمام، انا بقطعها بقى بشكل سمبوكسه كده، وهتشوفوا دلوقتي معايا الشكل ده انا بعمله ازاي. بعد ما بخلصها واقطعها بقى دلوقتي فهدخلها الفرن، لكن بعد ما تخمر لمدة حوالي ربع ساعة، يعني سيبيها كده ربع ساعة بره بعد ما تقطعيها وتخمر تاني للمرة التانية، وبعد كده ابدأي دخليها على فرن سخن على درجة حرارة 180. هتحمر معاكي من تحت، وبعد كده طفي تحت وشغلي لها بقى الشوايه تاخدلك لون ذهبي حلو كده من فوق، يبقى كده خلاص بقت تمام معايا. انا الحجازيه مش بسقيها شربات خالص، لان في كتير بيسالوني لازم تتسقى، لا مش بتتسقى شربات. اللي بتتسقى شربات هي المعموله، ولها طريقه تانية خالص كنت عاملاها معاكم قبل كده، لكن الحجازيه مش بتتسقى شربات خالص. ده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طبعا لازم تسيبيها تهدى تماما، عشان لو قطعتيها وهي سخنه هتفرط معاكي او هتتكسر معاكي. سيبيها تهدى عشان الطبقات تبقى تطلع معاكي سالكه كده وحلو. ده كده شكلها جميله جدا جدا جدا. يعني لو عجبكم الفيديو يا حبايبي اوعوا تنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناه، واوعوا تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات.